أهلا بيكي. لو متخيلة إن مشروع الهاند ميد عبارة عن خيوط وألوان وحاجات شكلها حلو بتنزليها على الانستجرام، فللأسف الفيديو ده صدمة ليكي. في بنات شغلها بيفوق الخيال وتيجي تفتح المشروع بتاعها وبعد كده تقفله بعد 3 شهور، وبنات بيبقى شغلها عادي جدا وبتحقق أرباح مستمرة. الفرق هنا مش في مين شاطر، الفرق هنا في الأسرار اللي محدش بيكشفها لك في البداية. النهارده بقى هاقول لِك على الخلاصة والأسرار اللي ما حدش بيقولها، واللي هتضمن لِك إن مشروعِك يكمل وينجح وكمان يعمل أرباح بجد. هاتي بقى كده أي مشروب بتحبيه وتعالي اسمعي الفيديو، بس قبل كده ما نسمع الفيديو يا ريت تعملي لي لايك، ولو أول مرة بتشوفيني تعملي لي اشتراك، وكمان تكملي الفيديو لحد الآخر لأن فيه أسرار مهمة جدًا لحد نهاية الفيديو. يلا نبدأ. أول سر بقى ما حدش بيقوله إن هي الصورة هي اللي بتبيع مش القطعة نفسها. يعني ممكن تكوني عاملة قطعة واو بجد وشكلها تحفة، ولما تيجي تصوريها بتصوريها أي كلام عشان تقولي هي كده كده باينة إن هي تحفة. عايزة أقولك إنك ساعات بتعملي شغل في الحقيقة أحلى من الصورة اللي أنتِ بتحطيها، فمهم جدًا تحطي الصورة بشكلها المتقن وتوصلي لحد أحلى صورة هتعمليها للمنتج بتاعِك. وهنا التصوير مش باقول لِك بقى هاتي كاميرا بالآلاف والّا هاتي مثلًا ring light، لأ، عايزة أقول لِك إن التصوير أحسن إضاءة ليه هي إضاءة الشمس، إضاءة الشباك كده الصبح، إضاءة ناعمة ومش مباشرة. وكمان عايزة أقول لِك بالموبايل اللي أنتِ معاكِ ده طالما فيه إضاءة حلوة فهتعرفي تطلّعي أحلى صورة للمنتج بتاعِك. ونقطة تانية، الخلفية كمان لازم تكون هادية. ممكن تجيبي لوحة خشبية بسيطة أو فرخ كرتون أبيض أو رمادي، وبعيدي تماما عن الملايات والسجاد اللي بتشتت العين. والأهم من الصورة الثابتة دلوقتي هو الفيديو. الناس بقت تحب تشوف خطوات العمل. اعملي فيديو قصير وانتي بتمسكي الخيط وانتي بتقفلي للآخر، أو حتى وانتي بتغلفي القطعة. الفيديو القصير أو الريلز بيبني ثقة فورية مع العميل. السر التاني بقى هو إنك تبيعي القصة والإحساس. بلاش تبيعي مجرد منتج. العميل لما بيجي يشتري منك هاند ميد هو مش نازل يشتري حاجة تسد احتياجه زي شنطة أو كوفية، هو نازل يشتري شعور. العميل لما بيجي يشتري بيحب يشتري حاجة يتميز بيها، بيشتري فكرة إن الحاجة دي اتعملت مخصوص ليه غرزة بغرزة. أو لو جاي مثلا يشتري هدية فهو عايز يشتري هدية قيمة تشرفه قدام الناس. لما تيجي بقى تكتبي وصف للقطع على السوشيال ميديا سواء على الفيسبوك أو الانستجرام أو التيك توك، بلاش تكتبي شنطة مقاس كذا ولون كذا، لأ اكتبي إحساس القطعة. يعني إيه؟ يعني هتكتبي مثلا تحطي صورة للشنطة وهتكتبي بقى إن هي مثلا تكمل شياكتك في الخروجة، هتلاقيكي مميزة في الخروجة اللي انت قاعدة فيها، أو قطعة هتعيش معاكي سنين وسنين. ودي فعلا حقيقة، لأن أي قطعة هاند ميد بتدي شياكة وفخامة للي لابسها، أو حتى لو مثلًا مكرمية أو أي حاجة ديكور، معروفة جدًا الهاند ميد. وعايزة أقول لِك العميل بتاعِك دَوّري عليه صح، مش أي عميل هو عميل الهاند ميد. وكمان نقطة تانية، استخدمي دايمًا استراتيجية القطع المحدودة. بلاش تقولي متوفر منها أي كمية وأي لون واللي عايزاه هاعمله لِك، لا، لا، لأ بلاش. اكتبي إن القطعة دي نزل منها 3 بس ومش هتتكرر تاني. هنا بتخلّي العميل اللي هو يلحق القطعة أو من ال3 دول علشان يبقى مميز. وعايزة أقول لِك كمان فكرة إن أنتِ تكتبي 3 بس وما فيش مش هتتكرر تاني، بتخلّي العميل يروح يشتري بسرعة، بيخلّيه يقول لأ لأحسن حد غيري لإن هُم 3، فاهمة؟ فدي فكرة. السر بقى التالت هو التعامل مع العملاء والذكاء النفسي. أصعب مرحلة في مشروع الهاند ميد مش الشغل اليدوي، أصعب مرحلة هي التعامل مع البشر. بييجي بقى حد يحبطِك، حد يقول لِك إيه ده، إيه ده، ليه غالي كده؟ ردِّك هنا لازم يكون هادي ثقة وشياكة، وقولي له أنا باستخدم خامات جودتها عالية يا فندم وممتازة، ممكن تلاقي القطعة دي أرخص في حتة تانية لكن أكيد مش نفس الخامة ومش نفس الجودة. وكمان هتقولوا لي إن القطعة دي بتتعمل يدوي بالكامل، بتاخد مني ساعات وشغل كتير عشان تطلع بالدقة دي. لو العميل بقى هنا صمم يفاصل، إياكي تنزلي في السعر، إياكي تقولي له أوكي أنا هنزل ولو سعر بسيط، ما تنزليش خالص. لكن هنا ممكن تقدمي له ميزة إضافية، هتقولي له إن السعر ثابت لكن أنا ممكن أدي لك هدية معاه صغيرة مع الأوردر وإن شاء الله هتعجب حضرتك.
الفكرة دي بتخلّي العميل إن هو يحتاج الهدية أكتر ما هو محتاج المنتج نفسه. وكمان عشان تحمي نفسِك بقى من الخسارة والتعب على الفاضي، ما فيش شغل ينزل إلا بdeposit أو يعني عربون، على الأقل 50% من قيمة القطعة. العميل اللي بيرفض يدفع عربون هو غالبًا عميل مش جاد، وهيستلم منِّك بصعوبة، أو هييجي في الآخر ويكنسل الorder بعد ما تكوني تعبتِ واشتريتِ الخامات. فمهم جدًا قبل ما تبدئي في أي شغل لازم تاخدي deposit من العميل ولو 50%، ولو العميل صمم وقال لِك كتير خدي منه 30%. غير كده ما تبدأيش ولا تبدأي خالص في أي خامة أو إن أنتِ تشتري أي خامات إلا لمّا تاخدي deposit منه. ناس كتير تقول أنا واثقة في العميل حتى لو خَد منِّك قبل كده، لأ، ده system الشغل بتاعنا يا فندم. يعني هييجي مثلًا عميل يطلب منِّك تاني وهو كان طالب منِّك قبل كده، فأنتِ هتقولي إن هو محل ثقة. أوكي، هو محل ثقة بس الشغل شغل، أنا هنا باعمل شغل، أنا مش ممشية الشغل بتاعي بإن أنا واثقة بيني وبينِك، تمام. في بقى ناس بتتضايق أو مثلًا بتقول لِك إيه ده، لأ طب أنا أضمنِك منين إن أنتِ ما تاخديش الdeposit. حضرتِك هو أنا فاتحة مشروع عشان آخد من حضرتِك 100 أو 200 أو 300 أو 500 جنيه. حضرتِك لو حضرتِك مش واثقة فيّا، حضرتِك أنا فاتحة صفحة وفيها متابعين كتير، تقدري تسألي في الصفحة أو تسألي عني في أي حتة. لكن أنا كمثلًا باعمل لِك الشغل، أنا ما أعرفش حضرتِك، بطريقة مهذبة وبطريقة حلوة. بس أهم حاجة زي ما قُلت لِك ما تنزّليش في سعرِك، ما تبيعيش أو ما تبدئيش في الشغل إلا بdeposit على الأقل 50%. وعايزة أقول لِك إن أنتِ ما تتنازليش عن 50%، نُص المبلغ لازم تاخديه قبل ما تبدئي في أي حاجة. آآ نيجي بقى للسر الأخير والأهم وهو كابوس التسعير. بنيجي كتير أوي بنات ما بتعرفش تسعّر وبتسعّر غلط، وفي الآخر بتبيع مبيعات حلوة لإن تسعيرها غلط. القطعة مطلّعاها بسعر قليل جدًا وفي الآخر بتتعب وما بتلاقيش ربح في الآخر، فبتضطر تقفل بالرغم من إن هي بتبيع. تيجي تقول لِك لا، لأ أنا لقيت نفسي إن أنا تعبت وفي الآخر مش جايب هَمّه، لإنِّك أنتِ أصلًا بتسعّري غلط في الأول. تعالي أقول لِك بقى طريقة التسعير الصح اللي أنتِ لازم تاخديها معاكِ، وما تقلليش منها خالص حتى لو طلعت غالية. بيع القطعة بتاعتِك بالغلو. وعايزة أقول لِك إن العميل الhandmade لمّا بيلاقي قطعة رخيصة handmade أنتِ ممكن تكوني عاملاها بجودة حلوة وبخامات حلوة، بس أنتِ بترخّصي علشان تبيعي. العميل اللي بجد اللي إحنا بندوّر عليه بيهرب منِّك، لإن هو عارف قيمة القطعة دي، فهي رخيصة ليه؟ أكيد فيها عيب، أكيد الخامة وحشة، بالرغم من إن شغلِك حلو وخامتِك حلوة وكل حاجة، بس أنتِ كده بتخلّي العميل اللي إحنا بندوّر عليه بيهرب منِّك، مش بيشتري منِّك. وبتجيبي العميل بقى اللي هو بيدوّر على الرخيص، والعميل ده هيبيعِك مع أول حد يرخّص حتى لو 5 جنيه. لو لقى حد غيرِك مرخّص حتى لو 5 جنيه هيهرب منِّك فورًا. فأنتِ كده بتدمّري شغلِك بالرغم إن أنتِ بتبيعي. وهنا عشان كده قُلت لِك ساعات بنات بتعمل شغل واو وبتيجي تقفل مشروعها في الآخر، لإن هنا الخطأ الكبير اللي بيحصل وهو التسعير. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنسعّر إزاي. أول حاجة سعر الخامات دي مُتّفق عليها. بتجيبي سعر الخامات، حتى الخامات بقى عبارة عن إيه، الخامات اللي هو الخيط مثلًا، وسعر الكيس. أنتِ متخيّلة سعر الكيس اللي أنتِ هتحطّي فيه الكيس اللي هو الشفاف الإزاز ده، والكرتونة والsticker اللي أنتِ بتحطّيه، والlogo اللي أنتِ عملتيه عشان تحطّيه على الشنطة أو تحطّيه على أيًا يكن من المنتج بتاعِك. كل ده بيُسمّى أو بيندرج تحت الخامات. أي خامة استخدمتيها في المنتج حطيها، تمام. تاني حاجة بقى أجر إيدِك. هامش الربح. هامش الربح مش هنحسبه دلوقتي غير لمّا نحط كل البنود اللي إحنا حطيناها. حطيتِ مثلًا سعر الخامات كلّها زي ما قُلت لِك، تغليف بقى وكرتون وsticker وlogo مثلًا عمل معانا 100 جنيه. خلاص، هتيجي بعد كده تحطي بقى المصاريف الثابتة. إيه هي بقى المصاريف الثابتة دي؟ المصاريف الثابتة دي هتحطيها في كل منتج هيطلع. ده بيبقى جزء من استهلاك الكهربا. طبعًا مش هاقول لِك هتحطي فاتورة الكهربا كلها، لأ أنتِ هتحطي جزء واحد بس، يعني جزء بسيط كده من استهلاك الكهربا. باقة النت اللي أنتِ بتنزّلي عليها الفيديوهات بتستخدميها في السوشيال ميديا.
ناس كتير أوي بتنسى الكهربا والمصاريف الثابتة دي. تمام. مثلًا المصاريف الثابتة هتحطّي مثلًا 50 جنيه أو بلاش 50، خلّيها مثلًا 30، 40 جنيه، تمام. كده معانا 140 جنيه، كل ده أنتِ لسه ما حسبتيش الهامش. أنا باقول لِك حاجات طبعًا مصغّرة، طبعًا إحنا الhandmade بيبقى أغلى من كده بكتير. مثلًا 140 هامش بقى الربح نفسه، ده المبلغ اللي بيدخل لِك علشان يكبّر المشروع وتشتري بيه خامات جديدة ومستلزمات عشان تفيدِك في المستقبل، ده غير أجر إيدِك. أنتِ متخيلة؟ يعني أنتِ هتحطّي هامش ربح صغير، مثلًا لو على ال140 هتحطّي 140 تانيين، تمام. ده كده هامش الربح، أنتِ لسه أجر إيدِك ما خدتيهوش، يعني ده الربح من القطعة اللي نازلة. زي مثلًا هاقول لِك إيه أو هافهّمِك النقطة دي إزاي. أنتِ مثلًا هتروحي أو أي حد غير مثلًا مثلًا شغل handmade، أي حد بيبيع جملة بييجي يشتري منه تاجر التجزئة، فبيحط هامش ربح. هو أصلًا هو اشترى وحط هامش ربح ليه، وبعد كده لمّا بيروح بقى المحل بتاعه بيحط بقى إيه، تلاقي القطعة غِليت ليه، يقول لِك أصل أنا حطيت نور وكهربا، ده أنا بادفع نور وكهربا. هو شُفتِ حمّلِك إيه، بالرغم من إن هو مش بيشتغل بإيده أصلًا. يعني هو خد قطعة جاهزة، حط عليها هامش ربح، وبرضه حط عليها نور وكهربا بيدفعها وتكييف وشغل الناس اللي شغالة معاه، كل ده بيحطه على القطعة اللي انت بتشتريها. فهمتي الفكرة؟ فانت هتحطي هامش ربح، ده مش اجر ايدك. بعد كده بقى هتحسبي اجر ايدك انت، يعني تشوفي بقى اجر ايدك انت تعبتي في القطعة دي وانت اللي تحددي القيمة دي. القيمة دي انت اللي هتحدديها بنفسك، مش اي حد. لكن هامش الربح ممكن تحطي الضعف، ممكن تحطي ضعفين، على حسب ما انت عايزة. تمام. لما بقى تبدأي برأس مال صغير، بلاش تشتري كل الخامات والألوان من أول يوم، ابدأي بس بتلات ألوان أو 3 خامات أساسية لمنتج واحد بس، واعملي بقى منه عينات وشغلي نفسك بقى، والفلوس اللي تيجي تعيدي تستثمريها خطوة بخطوة تاني، تشتري بيها خامات تاني، وتشيلي هامش الربح اللي إحنا أو الأجر إيدِك اللي أنتِ، يعني مثلًا أنتِ خلاص بِعتِ قطعة، أنتِ عارفة هامش الربح قد إيه وأجر إيدِك قد إيه، هتاخدي أجر إيدِك تحطيه كده في بند للأرباح من القطعة دي، وبقية الفلوس اللي هي جاية لِك دي بتستثمريها تاني في خامات تانية، وهكذا. هتاخدي أجر إيدِك، مبلغ الأجر الإيد اللي أنتِ حطيتيه وتشيليه مع أجر إيدِك، كده هتلاقي ربح في الآخر طالع لِك. لكن هتاخدي المبلغ كله تشتري وتبيعي وتشتري وتبيعي، انت مش هتلاقي اي ربح خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب كمان اكون فدتكم، ولو فدتكم ووصلتوا للدقيقه دي يا ريت تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب، وتقولي لي بتتابعيني من انهي بلد. وشكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.